بدل ما تأجر أوضة في أوتيل اشتريها. انت ما تعرفش ان الاستثمار في الفنادق هو اكتر الاستثمارات العقارية الناجحة واقلهم خطورة؟ سريعا كده، الاستثمار الفندقي معناه انك تشتري وحدة في فندق، أوضة او جناح او حتى شقة فندقية، بنشتريها من الفندق نفسه او من شركة، بتتعاقد معاه انه يأجرها لك وتاخد العائد. بيكون زيها زي اي أوضة في الأوتيل، والعميل بيأجرها عادي جدا برضه، بس انت اللي بتاخد الفلوس. وده الجميل بقى في الاستثمار ده غير انك بتريح دماغك تماما، لان الفندق هو اللي بيكون مسؤول عن إدارة الغرفة من تنظيف وتجهيز وتأجير، وانت بتتفق معاه على الأرباح. دراسات السوق بتقول ان متوسط مكاسب الاستثمار في الفنادق ما بين 10 ل 20% في السنة، وده طبعا غير ميزة قلة المتاعب والعائد المستمر. قلنا مميزات الاستثمار ده، بس لازم برضو اقول لك على عيوبه، او نقدر نقول التركات. ممكن يحصل ups and downs على حسب جو السياحة، وده ممكن يأثر على نسبة إشغال الغرف، وممكن غرفتك في الحالة دي ما تتأجرش كتير. بس ده ممكن تتغلب عليه بإنك تتفق مع الفندق على عائد ثابت. زي ما قلت لك، الأرباح بتكون بالاتفاق ما بينكم كل شهر أو 3 شهور أو 6 شهور أو حتى سنوي، اختار منها اللي يريحك. وطبعا في كمان المصاريف الكتير اللي بياخدها الفندق، وده علشان يغطي التكاليف والصيانة. طيب ازاي تبدأ في الاستثمار ده؟ الفكرة دي ابتدت تنتشر جدا في مصر، وفي كذا فندق مشهور أعلن عن طرح وحدات للبيع. فانت لازم تعمل ريسيرش كويس جدا، زي مكان الوحدة، ظروف السوق، وايه المميز في إدارة الفندق، وده كله لازم تدرسه كويس قبل ما تستثمر. واختار فندق بموقع حلو سياحي او منطقة إدارات وبزنس ليها مستقبل، واعمل مقارنة ما بين الأسعار والعروض والمميزات اللي بيدوها لك. شوف ايه أحسن عرض بأقل مصاريف، ولازم توصل لديل كويس قبل الشراء يضمن لك أرباح كويسة. كمان لازم تفهم بنود العقد كويس بكل تفاصيله، زي نسبة الخصم من الأرباح وطريقة حسابها وأي رسوم إضافية. ولو مش فاهم حاجة، ارجع لمستشار مالي وعقاري كويس. قولي بقى في الكومنتس نفسك تستثمر في أي فندق لو فتحوا الاستثمار فيه.